بيبدأ فيلمنا النهاردة بفريد زين وهو صغير، لابس نضارته الكبيرة وطاقية الطيار القديمة، وفي السينما بيتفرج على فيلم شارل سمعان وهو بيصطاد طائر شلال الفردوس الأسطوري. بس مجموعة من العلماء مشككين في آخر اكتشافاته اللي هو هيكل ضخم لطائر عملاق، ومتهمينه إنه مفبرك الموضوع. وطبعا شارل سمعان بيركب المنطاد بتاعه ومعاه الكلاب بتاعته، وبيبقى الشعار بتاعه المغامرات بتنادينا، وإنه هيثبت لهم إنه صح. وفريد وهو بيلعب قدام بيت قديم بيسمع حد بيقول نفس الشعار، المغامرات بتنادينا. فريد بيدخل يشوف مين، وبيلاقي بنت شقية واجتماعية عندها نفس شغفه بالمغامرة، لكن صوتها وطريقتها مختلفة تماما عنه. بتحب المغامرة بشكل مش طبيعي، وفريد اللي كان هادي ومنعزل وبيتكلم بالقطارة بينبهر بشخصيتها، لكنها بتفاجئه بصوتها العالي وإنها بتساعده يرجع البالونة بتاعته اللي طارت لفوق. البنت كان اسمها ليلي، بس وهو رايح بيقع وإيده بتتكسر. وبالليل ليلي بتروح تزوره وبتوريه كمان كتاب مغامراتها، وبتخليه يوعدها إنهم هيحققوا حلمهم ويشوفوا شلالات الفردوس. وبعدها بنشوف لقطات بتجمع فريد وليلي بيتجوزوا وبينقلوا للبيت القديم اللي اتعرفوا فيه. حياتهم مليانة سعادة وبسيطة، هو شغال في بيع البالونات وهي شغالة في حديقة الحيوان. لكن لما يعرفوا إنها مش هتقدر تخلف يقرروا يحققوا حلمهم بالسفر ويبدأوا يجمعوا فلوس لرحلة شلالات الفردوس. بس الحياة كل مرة كانت بتطلع لهم ظرف يخليهم يسحبوا من صندوق الرحلة. وفي يوم فريد العجوز قرر إنه يفاجئ ليلي ويشتري تذاكر للسفر، لكن صحتها بتتدهور وبتدخل المستشفى، وللأسف بتموت وتسيب فريد وحيد. فريد قاعد في بيته عايش لوحده بعد ما بقى عجوز وعصبي جدا، والدنيا حواليه بقت كلها أبراج وكباري بتتبني حوالين بيته الصغير. بيوصلوا له كل شوية يقنعوه يبيع لهم البيت بتاعه بأي تمن وينقل دار مسنين، خصوصا مع الضغط اللي عاملينه بسبب البنا بتاعهم. بس هو بيرفض وبيدخل في خناقة مع مشرف العمال وبيهزق صاحب المشروع. وفي يوم بيجيله الولد الصغير رامز، الكشاف اللي لابس يونيفورم المغامرين الصغيرين، علشان يساعد فريد وياخد شارة مساعد المسنين. بس فريد ما بيرضاش انه يساعده وبيقفل في وشه الباب، فرامز ما بيرضاش يمشي وفريد بيفتح الباب تاني، ورامز بيقوله انه عايز ياخد شارة مساعدة المسنين علشان هيكرموهم في الحفلة. ففريد بيبقى عاوز يوزعه، فبيقرر يعمل مقلب في رامز ويقوله يروح يدور على طائر اسمه أبو الفصاد اللي بيدخل جنينته ياكل الورد. وفعلا رامز بيجري علشان يدور على أبو فصاد علشان يمسكه ويبقى كده ساعد فريد. لكن بعدها بيحصل حاجة تخلي فريد يتنرفز. واحد من العمال كان سايق لودر وبالغلط بيكسر صندوق البوسطة بتاعه اللي فيه ذكريات عزيزة على قلبه، فبيتجنن وبيضربه بالعكاز بيعوره في دماغه، والناس كلها في المكان بتشوفه. وللأسف الحكاية توصل للمحكمة، والمحكمة الظالمة بتطلب منه بالأمر إنه لازم يسيب بيته ويمشي تاني يوم، وبتوع دار المسنين هيعدوا عليه تاني يوم عشان ياخدوه. فريد بيزعل وبيكتئب إنه هيسيب البيت بتاعه. أنا لو مكانه يروح ما بعدك روح. وبالصدفة وهو بيلم الحاجة بياخد باله من كتاب المغامرات بتاع ليلي وبيقعد يتفرج عليه شوية. والصبح بيكون الناس بتوع دار المسنين وصلوا، فبيديلهم الشنطة بتاعته وبيقول لهم هودع البيت وحصلكم. لكن فريد كان محضر لهم مفاجأة، بيلاقوا ملايين الملالين اللي طلعها فريد من جوه البيت اللي مليانة هيليوم، بيسحبوا البيت لفوق، وفعلا البيت بيطير فوق المدينة وبيسيب الأساسات تماما، وكل الناس بتبقى بتتفرج على البيت وهو طاير في المدينة وشكله جميل. فريد أخيرا بعيد عن الدوشة بتاعت المدينة وبيوجه بيته على جنوب أمريكا علشان يروح شلالات الفردوس عن طريق إنه عمل شراع بالملايات يقدر يحود بيه. لكن راحته ما بتطولش، فجأة بيسمع الباب بيخبط. لما بيفتح بيلاقي رامز متعلق في الشباك بعد ما كان بيدور على أبو الفصاد تحت البيت. فريد بيدخل رامز ورامز بيقعد يلعب في الشراع بتاع التحويد، ولما بيلاقي البيوت قريبة فريد بيفكر إن هو يربط الولد في الملايات وينزله على أي سطح، بس بيلاقي الفكرة فاشلة وإن ممكن الولد يقع ويموت. وبيحاول ينزله تاني قبل ما العاصفة تضربهم، لكن العاصفة تقلب البيت من هنا وهناك وحاجات تقع تتكسر، وكانت شغلانة سودة. فريد عمال بيجري ورا الحاجات اللي بتقع ويلحقها هو ورامز، وبنشوف رامز وهو بيصحي فريد زين وبنلاقي مستر فريد ربط الحاجات وكتفها كويس. رامز بيقول له إنهم فوق أمريكا الجنوبية. فريد مستغرب ازاي عرف، قال له بسبب جهاز الجي بي اس اللي رامز المنين على عينه بيوقعه بالغلط من الشباك وكده ما يعرفوش مكانهم بدقة. فريد بيقطع خيط شوية بلالين عشان ينزل. المهم الدنيا كلها شبورة والأرض مش باينة من تحتيهم. فريد قرر إن هما ينزلوا، بس بيلاقي نفسه متلبش عشان شاف صخرة
بس فعلا البيت بيخبط في الأرض بسرعة، ومستر فريد زين بيتكعبل وبيقع من البيت هو ورامز، وبيجروا ورا البيت علشان يلحقوا يمسكوا في خرطوم المية، وبيبقوا متعلقين بخرطوم المية زي أفلام الأكشن، وكانوا هيقعوا من على الجبل، بس رامز البطل بيشد البيت ومستر فريد زين لورا. وأول ما الشبورة بتروح بيكتشفوا إنهم واقفين فوق هضبة عالية قدام شلالات الفردوس، بس البيت بعيد فوق ومش هيعرفوا يدخلوا تاني. فرامز بيحاول يطلع على خرطوم المية علشان يوصل للبيت، بس عشان هو بكابوسة شوية ما بيبقاش عارف يطلع، فبيقترح على فريد زين إن هم يجروا البيت لحد ما يوصلوا للشلال. فريد بيبص على البالونات ويقول لرامز بطل رغي، احنا لازم نروح الشلالات على رجلينا قبل ما البلالين دي تهوي. في نفس الوقت ده في مطاردة شغالة على ودنه، 3 كلاب بكشافات حمراء في رقبتهم عاملين شغل أكشن، وبيجروا ورا طائر شبه الديناصور كده. الكلاب فجأة تبطل جري، ليه بقى؟ لأن ودانهم الحساسة سمعت صوت جهاز السمع بتاع عم فريد اللي بالنسبة لهم كان شبه صفارة الحريق بالظبط. فريد زين بيبقى بيتمشى هو ورامز في الأدغال، فجأة رامز بيقول له استنى وزير الري بيرن، عاوز اروح الحمام. بعد ما بيخلص بيلاقي شكل رجل مرسومة في الأرض، ولما بيمشي وراها بتجيله فكرة إن هو إزاي يخلي الطائر يطلع، فبيطلع شوكولاتة من جيبه وبياكلها، بس ريحتها بيعجب الطائر وبيبقى عايز ياكل منها. وبعد كام دقيقة بيرجع لمستر فريد زين وبيقول له أنا لقيت أبو فصادة، وبيطلع طائر عملاق متلون وبيبقى بيحب رامز ويقعد يلعب معاه. رامز بيستعمل سلاحه السري مع الطائر الشوكولاتة، ويقرب الطائر العملاق ويمسي عليه ويقول له بكل ثقة أنت من النهاردة اسمك جميل، مبروك علينا. وطبعا فريد واقف مصدوم بيقول في سره مين ده اللي اسمه جميل؟ ده شكله جاي من كوكب تاني. وبيكملوا في طريقهم وجميل بيمشي وراهم، بس فجأة جميل بيجري بعيد أكنه شاف عفريت. ليه بقى؟ شاف شكل راجل في الضباب، وطبعا بعد لما قلبهم هيقع يطلع كله تخريف، شوية صخور واقفين جنب بعض. ففجأة بيظهر كلب جولدن بينور أحمر، فراح رامز قال له اقعد وسلم، ولما بيقول له اتكلم بيتفاجئ الكلب بيرد عليه من الجهاز اللي في رقبته وبيقول له ازيك، انا اسمي شهم، وانا لما شفت مستر فريد زين حبيته، وعندي مهمة اني امسك طائر. وطبعا جميل الطائر يفاجئه ويمسك فيه علشان يضربه ويهجم عليه لما شافه قرب من رامز. فشهم بيقول لهم ينفع اخد الطائر لصاحبي اللي ركب لي طوق الكلام في رقبتي، وفريد بيوافق وبيكملوا الرحلة مع بعض. وفي الوقت ده بقى ال3 كلاب اللي شفناهم قبل كده بيجروا ورا جميل شموا ريحة فريد ورامز من بعيد، اللي قرروا يسموه البوسطجي علشان ريحته داخلة في دماغهم إن شكله بيبعت جوابات. الزعيم بتاعهم اسمه أمجد، عبارة عن كلب دوبرمان فرد نفسه. قال للكلبين اللي معاه انتوا لازم تدوروا أكتر لحد ما نلاقي الطائر، محدش يغفل لحظة، احنا بنفتش على أي خط يوصلنا ليه هنا، فاهمين؟ بس أمجد صوته كان رفيع قوي زي ميكروفون خربان، طلع قال ايه عنده خلل في جهاز الصوت اللي في رقبته، فقعد يتكلم بصوت يضحك الكلاب، والكلاب قعدت تضحك عليه، وقال لهم خلوني اشوف شهم وصل فين هو كمان. ولما كلموا من الجهاز اللي في رقبته طلع ان شهم مع الطائر اللي بيدوروا عليه من الصبح، وحددوا مكانه ورايحين له. المهم ان فريد وجميل ورامز وشهم بيكملوا الرحله مع بعض، بس فريد مش طايق الدوشه، كل شويه يبص عليهم ويقول هو ايه الهم ده يا ربي، ويقعد يزعق لهم، وبيحدف كرة تنس لشهم يروح وراها علشان يهربوا منه، وبيحدف حتة شوكولاتة كمان علشان جميل يجري وراها، وبيجري هو ورامز يهربوا منهم، بس في الاخر بيلاقي شهم جاب الكورة وجالهم هو وجميل. وبيجي عليهم الليل والدنيا بتمطر وبيتحموا في البيت لحد الصبح. رامز بيعترف بسر الأستاذ فريد إنه مش بيشوف باباه وعنده مشاكل معاه، فبيصعب على فريد وبيقرروا ان هم ياخدوا جميل معاهم في رحلتهم. ولما بيصحوا الصبح فجأة جميل بينادي بصوت غريب، فبيرد عليه شوية أصوات من بعيد، وشهم لما سمع صوتها بيقول لهم جميل دي بتنده على عيالها. فرامز بيصرخ ويقول ايه ده، جميل كمان طلعت ست، ده كده قشطة قوي. وبعد مطاردات هنا وهناك الكلاب بتوصل لفريد ورامز، لكن جميل قبلها كانت خلعت وراحت لولادها. أمجد قعد يشتم شهم إنه ضيع جميل من إيديه، والكلاب قرروا يخطفوا فريد ورامز وياخدوهم للريس الكبير. وفجأة المشهد بيفتح على وادي ضخم مليان كلاب كلهم لابسين أطواق فيها أجهزة متطورة، لغاية لما ظهر لهم الريس الكبير. بس مين الريس؟ شارل سمعان بشحمه ولحمه. شارل سمعان استغرب إنهم طاروا كل المسافة دي بالبيت ده. طبعا فريد اتصدم لما عرف انه قاعد قدام المغامر اللي اتجنن في الغابه وعايش حياته بيطارد في جميل المسكين عشان يثبت انه مش نصاب. خدهم شارلي يركبهم معاه المنطاد بتاعه على انه مرحب بيهم، والكلاب لبسوا شهم قمع العار عشان ما عرفش يمسك الطائر. شارلي قعد يحكي لهم عن انجازاته وكل الحيوانات اللي مسكها وحنطها في المتحف بتاعه، وخدهم يتعشوا وبيقول لهم انه بيدور على طائر
هو اللي هيرجع له هيبته ومكانته وسط العوالم اللي كدبوه. فريد ما صدقش ان شارل قعد السنين دي كلها في الغابات يدور على جميل، لدرجه ان دماغه لفت خالص من كتر الجنون. لكن بعد شويه قلب عليهم لما عرف ان رامز كان بياكل جميل. بعد كده شارل قعد يوريهم ماسكات ناس كانوا بيجوا الغابه يدوروا على جميل، بس هو موتهم. كل واحد فيهم كان عايز يسرق الطائر اللي هو عايز يمسكه. فريد ورامز كانوا في حاله صدمه، قالوا لبعض يا عم خلينا نهرب قبل ما المناخوليا ده ياخد باله من جميل. وفعلا خدوا بعضهم وطلعوا يجروا بره السفينه. بس يا فرحه ما تمت، شارل سمع صوت جميل وهو بينادي من فوق بيت فريد. قام شارل بعت الكلاب تجري وراهم وتطاردهم، ولما جم يهربوا لقوا الكلاب محاصراهم. بس شهم طلع شهم فعلا، اثبت انه مش كلب عادي، ساعدهم بكل شجاعه. وجميل كمان خدهم على ظهره وجري بيهم، بس وهم بيجروا بلالين كتير كانت بتفرقع علشان الكهف كان ضيق، وده خلى رامز يقع من على جميل. ولما جه امجد يمسكه، شهم زق عليهم الحجاره اللي موجوده فوق الجبل علشان تعطلهم، بس امجد مسكه وحدفه من فوق الجبل. ورامز كان عمال يتمرجح لحد ما فريد مسكه. ولما كلهم وصلوا لاخر الجبل ما بقوش عارفين يتصرفوا ازاي، بس لقوا ان البيت لسه طاير ومكمل. فمسكوا جميل وشهم ونطوا للناحيه التانيه من الجبل، بس امجد ما سكتش، نط مسك في رجل جميل وعضها ووقع بعد كده في النهر. ولما نزلوا الناحيه التانيه وجم يمشوا لقوا جميل يا عيني اتعورت، بس فريد وعدها يوصلها لعيالها بامان. والكلاب بعد ما وقعت في النهر رجعوا تاني لشارل، ولما قالوا له ان شهم هو اللي ساعدهم افتكر ان شهم راكب في رقبته جهاز GPS، فقال انا هعرف مكانهم فين. ولما فريد وصل هو ورامز للمكان اللي موجود فيه ولاد جميل، فجأة شارل حدف شبكة كبيرة وقبض على جميل. مستر فريد هو ورامز كانوا بيحاولوا يقطعوا الشبكة، بس شارل بقى مصمم يكمل جنانه، راح رامي فانوس بنزين تحت بيت فريد يحرقه. ففريد يجري عليه زي المجنون ويطفي النار وينسى الطائر المسكين اللي شايل حمل السنين دي كلها. وشارل المفتري خد جميل وطار بالمنطاد بتاعه. لما فريد طفى النار اخيرا، رامز بيقول له انت اتخليت عن جميل. بص لشهم ورامز بنظره احباط وتعصب عليهم وقال لهم انا كان مالي ومال الجنان بتاعكم، انا هروح الشلال لوحدي ومش عاوز حد معايا. وفعلا بيجر البيت لوحده وبيوصل الشلال وبيحقق الحلم اللي هو كان عاوزه. ورامز لما بيوصلوا عند الشلال بيرمي كل شراط الكشافه لان فريد نزل من نظره. فريد دخل البيت، عدل الكرسي بتاعه هو وكرسي ليلي، وقعد على الكرسي بتاعه وفتح كتاب المغامرات اللي كان بتاع المرحومه ليلي. بصله كده والدمعه هتفر من عينيه، وشاف ذكرياتهم مع بعض وقال يا خساره كانت بتحلم تشوف الشلالات وما لحقتش. وقبل ما يقفل الكتاب ويقوم لقاها كاتباله في اخر صفحه بخط ايديها شكرا على المغامره، دلوقتي روح اعمل مغامره جديده. فريد تاب وقام زي الاسد وقام قايل ليلي لو شايفاني دلوقتي هتقول لي قوم يلا يا باشا، الفارس لازم يرجع يركب الحصان ويحارب. خرج لقى رامز طاير بشويه بلالين وبلاور وقال له انا هروح اساعد جميل ومش عاوز مساعدتك، وسابه وطار. فريد حاول يزق البيت بس معرفش، فقرر يفضي البيت من كل العفش الزايد علشان يرجع البيت يطير تاني في الجو. وقال باي باي لكل حاجة تقيلة في حياتي، حتى الكرسي بتاعي أنا وليلي اللي كنا بنقعد عليه. والبيت فعلا بيطير، وفريد بيجري ورا رامز عشان يلحقه. وهو طاير في السكة بيلاقي الباب بيخبط وبيفتكر رامز، بس بيطلع شهم. بصله وقال له انا فضلت مستخبي في البلكونه عشان بحبك. فريد قال له انت كلبي وانا صاحبك، ادخل يلا. وشهم هز ديله كانه بيقول واخيرا لقيت اللي يفهمني. رامز وصل للمنطاد وقدر يدخل جوه المنطاد بتاع شارل لما لقى شباك مفتوح، بس للاسف اتقفش في ثواني من الكلاب واتربط في كرسي واتحط فوق باب المنطاد عشان يرميه. وشارل شاف فريد وهو طاير بالبيت بتاعه وجاي. فريد شاف رامز وهو بيصوت علشان كان هيقع، جري عليه وراح ينقذه، وفعلا لحقه في اخر ثانيه وحطه جوه البيت عشان يكون في امان. بعد كده فريد وشهم راحوا يحرروا جميل من القفص ودخلوا من فتحات التهويه بتاعه المنطاد لحد لما وصلوا اوضه جميل، بس لقوا امجد داخل ومعاه الكلاب. فريد شتت الكلاب اللي بتحرس جميل لما رمى لهم كره التنس كانت في العكاز بتاعته، وهم زي الهبل جريوا وراها وفك جميل. رامز كان في الوقت ده بيحاول يفك نفسه علشان يروح يساعدهم، بس للاسف البيت بعيد عن المنطاد ورامز وقع من على الكرسي بعد ما فك نفسه، بس لحق ومسك في خرطوم الميه لحد ما رامز بيخبط في شباك غرفه القياده بتاعت شارل. فشارل بيطلب من الكلاب اللي بتطير انها توقع البيت، بس رامز كان عامل فيها رامبو صغير. شارل ظهر فجاه وشهم عضه من رجله وقامت بينه وبين فريد معركه بالسيوف، بس فريد بدل السيف كان ماسك العكاز بتاعه وقال له مش لازم السلاح، المهم الروح. وشهم كان بيجري من باقي الكلاب علشان ما يمسكوهوش، فبالصدفه خبط دراع توازن المنطاد وخلاه يتمرجح، وده خلى الكلاب تتمرجح. وشارل معرفش ينتصر على فريد. فريد قدر يخرج من الشباك هو وجميل ويطلعوا على سطح المنطاد،
وطبعا شر وراهم مش هيسيبهم، وأمجد كان بيضرب شهم لحد لما شهم حبس راسه ولبسه في رقبته قمع العار، والميكروفون بتاعه باظ، فالكلاب بقت بتضحك على صوته. شهم ساعتها بقى هو زعيم الكلاب وهزمه بذكاء، وقال له يا أمجد شهم مش كلب عادي، ده أسطورة يا حبيبي. رامز قدر إن هو يطلع البيت ويضحك على الكلاب ويقول لهم ده في سنجاب، خلاهم كلهم خبطوا في بعض بالطيارات. وفريد طلع على السطح هو وجميل، وشهم طلع لهم من سقف المنطاد، ولما ندهوا على رامز علشان يجي لهم بالبيت، شر طلع بندقية وطلع من سقف المنطاد وضرب نار على البلالين، خلى البيت ما يطرش وينزل على سقف المنطاد، ومستر فريد جري ورا البيت علشان يلحقه ما يقعش، بس شر كان عمال يضرب عليهم نار علشان يموت جميل. بس رامز وجميل وشهم دخلوا استخبوا جوه البيت، وجات فكرة لفريد زين عبقرية. استخدم الشوكولاتة طعم علشان يخلي جميل يخرج من البيت ومعاه شهم ورامز، وبكرة الخرطوم اتكسرت من البيت. ولما شر حاول ينط وراهم رجله اتكعبلت في شوية بلالين وفضل طاير في الجو لحد ما الجاذبية قالت له انزل يا حلو يا جميل. جميل ورامز وشهم كانوا متشعلقين في الخرطوم، وبالنسبة لهم كانت مغامرة جميلة. يمكن فريد زعل لما شاف البيت بيقع قدام عينيه، بس هم قعدوا يواسوه، وفريد رجع هو ورامز في المنطاد ومعاهم كل الكلاب. وبنشوف بعد كده رامز وهم بيكرموه على لقب مغامر كشاف من اللي هو. لما باباه ما حضرش، فريد كان الأب البديل واداله سام كانت ليلي مراته اديتهوله. وفريد ورامز وشهم بيقعدوا ياكلوا ايس كريم لما يخلصوا الاحتفال. اما البيت بتاع فريد وليلي وصل اخيرا للشلالات لوحده، وقف على طرف الجبل كانه بيقول حتى لو الدنيا خدت كل حاجه انا وانت كسبنا حلمنا. وبكده يكون فيلمنا النهارده خلص. اعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب، ولو حابب تكتب لي في تعليق عاوز فيلم ايه المره الجايه علشان اعمله لك، ده هيبسطني جدا. كان معاكم يا عزاز على قلبي خالد ابراهيم، ودي كانت حكايه جديده من حكايات قبل النوم. السلام عليكم.